هذا من شباب النادي لكرار محمد لمنتظر خطيرة داخل منطقة الجزاء، لكن تصل لفهد طارق إلى ربع نهائي على حساب الشرطة. محمد علي عبود إكوا، ولكن القطع هذا بين القوى الجوية ما كان استثماره ممتاز لملعب الشعب الدولي. حاول عملية تمرير شريف قريب ومهند قريب، لكن تصل إلى الحارس مصطفى طارق. القوى الجوية طبعا بمسمى الطيران والقوى الجوية انطلاق الآن والراية والتسلل حاضرة على طبعا دينيس أنتو لاعب مصطفى محمد، وهذه هي اللقطة في الجزائر وأيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة. الركنية الآن عالية والرأسية وتصل لريف لغاية داخل منطقة الجزاء. المحاولة ندفريكي انطلاق الآن وخطيرة خطيرة للنفط، ولكن الإبعاد. موسم 22 لاحظ الانطلاقة والقوة الانفجارية لهذا اللاعب مع 9 حالات تعادل و14 خسارة لهذا الفريق. داخل منطقة الجزاء ندفريكي، لكن قراءة ممتازة وقطع. انطلاق الآن من إكوا بعيدة، بينما القوى الجوية أفضل خط هجوم بدورينا لغاية. حاول تسديد لكن بعيدة. تمرير مهند عبد الرحيم، عدي لاحقة عالية الكرة وخطيرة. القوى الجوية يحاول على تمرير لحسين جبار، من هناك لشريف عبد الكاظم. شريف فريق القوى الجوية يحاول والإبعاد هذه المرة وإلى الركني، يطالبون بركلة جزاء، لكن قادمة سيلاقي نفط البصرة في البصرة. بينما القوى الجوية ندفريكي داخل منطقة الجزاء والإبعاد. هذه شريف عالية داخل منطقة الجزاء، ابعاد من دفاعة النفط، تعود لشريف، حاول يمر وبعيدة جدا إلى ركلة مرمى. حاول طب عثمان سنية، وليد خطيرة 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 وركلة جزاء، ركلة جزاء للنفط. دينيس أنتوي هو اللي راح لاحظ لا وجود للتسلل، انطلاقه وفهد، وبالتالي يتسبب بركلة جزاء. دينيس الغاني دينيس أنتوي، دينيس للنفط، النفط ودينيس أنتوي وفهد، دينيس وفهد للنفط، دينيس وفهد، دينيس اوه ضاعت على النفط الفرصة الأثمن الأغلى المهمة. النفط طبعا دينيس أنتوي تلعب للقوى الجوية وإلى الركنية، ركنية للصقور. ركنية الآن، هذا معروفي، ترك المباراة عالية داخل منطقة الجزاء، ضاعت على هدف وحيد بالدوري فقط على الحدود. تلعب الكرة، عملية تحضير منتظر عالية داخل منطقة الجزاء وضاعت على كرار محمد. أثمن فرصة، أخطر كرة، يعني عدا ركلة الجزاء اللي أطاح بها. لاحظ صقور، مرور ممتاز، خطيرة الله، لقطة المباراة، أي رياكشن، أي ردة فعل من مصطفى. والمرة الثانية لاحظ شريف من هناك لمهند، ردها بالمرة الأولى. هنا التسديدة القوية كانت
من إكوا على دفعتين. تألق لمصطفى طارق. شال الأفارقة مؤمن سليمان بالجهة اليسرى لفريق القوى الجوية. زين وبعيدة إلى ركلة، محاولة جيدة كانت. وبوديشو 2004 رحمة الله عليه صباح عبد الجليل قائد فريق النفط لسنوات. عملية التحضير وخطيرة إلى مصطفى. أكيد والد الشخص سيد كاظم محمد سلطان ما يعيش أيام سعيدة. عن هدف يوصلهم للصدارة ولو مؤقتا. عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، بعد من مصطفى. راجع الكرة من اليمين، أوتشو توغولي المهاوي ومرت بسلام. نظر محمد، عالية خطيرة وليد، لكن مرة أخرى للتسديدة وبعيدة إلى ركلتنا. علاج وإيقاف المباراة. ضاعت البديل فرانكو إتشوا التوغولي. القوى الجوية خطيرة. الله، محظوظين النفطيين بهذه اللقطة. للنفط عالية داخل منطقة الجزاء. اختار كرة، وهنا الجويين محظوظين بالمدافع. نعم ابعدها. مود مشعان لاحظ راح عادم. فرانكو إتشوا عالي إلى منتظر عبد الأمير البديل للقوى الجوية، خطيرة وجول للصقور. مهند عبد الرحيم في المكان السليم. هدف أول للقوى الجوية، هدف أول للعريق. أي نعم، يصل إلى هدف ال15 بالدوري. أي نعم. مهند عبد الرحيم دائما هو الحل. جماهير العريق، القوى الجوية برأسية في الشباك النفطية عن طريق مهند عبد الرحيم، ويصل إلى هدف ال15. لكن شوف منتظر. الله، صعبة جدا أمام مهند. هذا منتظر صنع الهدف. انطلاقة من هناك لشريف، خطيرة للقوى الجوية. شريف تمريرة، حسين جبار. ثاني جبار، حسين جبار بهدف ثاني للقوى الجوية للصقور. اي نعم، في دقيقتين انتفض وانفجر فريق القوى الجوية بهدف ثاني. اي نعم، مهند عبد الرحيم بالدقيقة 74 وحسين جبار بهدف ثاني في مرمى النفط. خلصوها القوى الجوية بدقيقتين بطاقة صفراء.